أحلى أكلة تعمليها على الغدا، أكلة مصرية مليون المية، واللي يتفضل منك سندوتشات على العشاء. ما بتقولش لأ، فطار غدا عشاء بتحلي كل الأوقات. أكلة مصرية مليون المية، العجة المصرية بطريقة حلوة جدا، هشة وخفيفة وطعمة بشكل ما أقولكوش عاملة ازاي. حطيلي لايك لأول مرة بتشوفيني، اوعي تنسي تتابعيني. أنا شيرين من مصر، قوليلي بتتابعيني منين. وسمي الله وصلي على الرسول، تعالي نشوف مقاديرها. اول ما تلاقي نفسك قاعده بتقولي هعمل غدا ايه النهارده، هعمل غدا ايه النهارده، قومي بسرعه افتحي تلاجتك وطلعي 5 6 بيضات، او زي ما بتحبي على حسب عدد افراد اسرتك. انا طلعت 5 بيض زي ما انتوا شايفين. هبتدي اقلبهم كويس جدا واديهم الفوم العالي كده زي ما انتوا شايفين، واحضر البهارات. عايزه اقولك العجه المصريه اي بهارات تحبيها ارميها في قلبيها، بتديها طعم حلو جدا. انا هضيف ملح وفلفل عشان زفاره البيض، كمون، كزبره، كمان شويه من النعناع، ومعلقه صغيره بيكنج باودر تخليها هشه وخفيفه كده ولا كانك بتاكلي كيك. هنزل بالمقادير دي على البيض زي ما انتوا شايفين، وابتدي قلبي 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 لحد ما كل البهارات دي تتقلب كويس، ما تبقاش متكتله كده في قلب البيض، وتدوب كويس كده في قلب البيض. خلاص، ونبتدي نحضر بقيه مقادير العجه، كل مقاديرها موجوده في قلب بيتك وسهله وبسيطه. عشان كده زي ما بقولك، اول ما تحتاري في الغدا بسرعه طلعي 5 بيضات واعمليهم. معايا هنا 2.5 معلقة من الدقيق على ال5 بيضات. عايزه تكتري الدقيق كتري، بس انا عايزاها تبقى هشه، مش عايزاها تبقى مكتومه، فبراحتك خالص. انا شايفه 2.5 معلقة هيبقوا حلوين جدا ويخلوها هشه معايا خالص. خلاص، هقلب الدقيق معايا كويس جدا واتاكد مفيش اي تكتلات زي ما انت شايفه للدقيق، لان اي تكتل قبل التسويه هيفضل موجود بعد التسويه. شويه فلفل شطه يودوها في حته بعيده خالص، احمر واخضر بقى، هيخلوها ايه، مشطشطه وخطيره. بصوا، فتفوتة خل عشان اتاكد ان مفيش اي ريحه للبيض ولا اي زفاره. هنا كان معايا شويه تسبيكه محشي باقيه، بصي هتودي طعمها في حته بعيده. طيب مفيش، هتجيبي شويه زيت وتخرطي فيه بصلايه تدبل، تنزلي بشويه طماطم عليهم متقطعين برضو مكعبات، يدبلوا كده ويتسبكوا، تنزلي بيهم. خلاص، عندك اي تسبيكه بقى بتاعت اكل بس تكون تقيله زي تسبيكه المحشي، الحاجات دي تروحي حطها. انا بحب جدا اعين شويه كده من صلصه المحشي او تسبيكه المحشي في الفريزر للحاجه اللي زي دي. عايزه اقولك بتوديها في حته تانية بقى، لان تسبيكه المحشي بتبقى ايه، بنبقى عاملينها بكل حب وبتبقى مظبوطه. هتقولي كام معلقه دول؟ كانوا 4 معالق، كانوا لايقين جدا. شويه خضره مشكلين على حسب ما بتحبي بقى كميه الخضره، عايزاها كتيره ولونها مخضر كتري، عايزاها شعريه بسيطه قللي، كل واحد وراحته في المقادير. المهم انا مش عايزه كلكيعه من العجه، انا عايزاها سايله زي ما انت شايفه عشان تبقى هشه. كل ما كلكعت وكتلت معاكي وبقت تقيله، كل ما هتبقى في الاخر مكتومه. كل ما كانت خفيفه وحلوه وقوامها مظبوط، كل ما تديكي النتيجه الصح. فرن 180 تستوي وبنخرجها على طول، ما بتاخدش وقت ابدا. خطيره، انا عامله كميه قليله على قد الغدا والعشاء مش اكتر. عايزه تكتري الكميه وتعينيها في التلاجة، تحفه تحفه تحفه، او على حسب عدد افراد اسرتك. يلا بينا نقطعها ونقدمها مع بعض. خطيره، طعمها حلو قوي، الشطشطة والسبايسي اللي فيها موديها في حتة تانية خالص، متماسكة، قرص بيض بشكل جديد. لو انت من الدول العربية بقى جربي العجة المصرية هتدعيلي، كلنا هنا في مصر بنموت فيها. بصي عاملة ازاي، تحفة، هشة قوي ولا الكيك، خطيرة. جربوها بألف هنا وشفا، بروتين حلو جدا جدا جدا، مش عاملين أكلة كده والسلام، والطعم هياخدك لبعيد. يلا بسرعة، لو محتارة في الغدا قومي اعملي صينية عجة كده وهتدعيلي، حلوة جدا. هستنى آرائكم في الكومنتات ولايكاتكم، بحبكم جدا. جربوها بطريقتي، عيش بقى مصري أو عيش بلدي، وشوية بقى طماطم متقطعة كده أو بصل أخضر أو شوية مخلل، وحطيها جنبيها، تحفة تحفة تحفة. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجرب الطريقة بتاعتنا النهاردة. استنى آرائكم تحت الوصفة وكومنتاتكم، بحبكم جدا واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام، جربوها هتعجبكم جدا.